بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة اللي هي الغولي تاع اللحم بالبيض وطاجين الزيتون. مقادير الوصفة: نجيب هنايا نص صدر تاع دجاج، نجيب معاهم حبة بصل نديرها في اشوار، نقطعها شوية باش تساعدني، ونجيب سنينات ثوم، نص حبة بصل تكون صغيرة. بعد اللي طحنتها مليح عشيتها لمدة تاع دقيقتين ولا على حسب الاشوار تاعكم. هاي وين نديرها في صحن باش نزيد عليها المقادير الباقيه ونخليها تتبل. عويناتينا نزيد عليها مغرف كبيره تاع لاشابلور. انا غادي نستعملها بدون بيض وغادي تجيكم ناجحه. غادي نستعمل مغرف زيت، غادي ندير شويه فلفل اسود يعني مغرف صغيره. كذلك نعرفوا الدجاج بلي يبغي سكنجبير، غادي نديرو مغرف صغيره سكنجبير، وغادي نديرو نصف مغرف كركم. الا كانوا كاين توابل الدجاج ديروا توابل الدجاج مع نصف مغرف تاع ملح. نخلطو كلشي بيدينا كلشي يدخل في بعضه، نخلوها تريح لمدة 20 دقيقة نص ساعة باش يتشرب يعني. هنا نسيت الخردل، غادي ندير نص مغرف صغيرة خردل هاكا على راس المغرف برك. الخردل يجي شباب مع اللحم والسكنجبير كذلك. نخلطها هكا كلش يدخل في بعض. اذا كاين القزبر نجمو تقطعوا القزبر. نخليها كما قلت لكم تريح شويه. نجيب البابي سيلوفان تاعي نشكله على شكل مستطيل يعني على حسب كميه اللحم اللي تكون عندي، ما نحلوهاش بزاف. ندير هذاك اللحم تاعي كامل. انا هنا عمرته بالبيض يعني نتوما على حسب ما تحبوا تعمروا. كلي بالجبن مربعات مع الجبن نورمال، كلي يحب يعمره بالزيتون، كلي بالسلق، يعني على حساب اللي غادي الحشو اللي غادي تعمروه به. نشكله هنا شكل مستطيل. نبدا ندور هكا بشويه، كي نبدو ندورو نشدو في البيضات باش ما يخرجوناش هكا. نملحها من الجناب مليح مليح وروليها كيما هكا، نخرجو كامل داك الهواء. بعدها نزيرها في التبلع، ومن بعد نجيب الالومنيوم نحلو كيما حلينا الاول، ندير في الالومنيوم فوقه، ومن بعد نرولي كيما هكا ونبلع غايه. نجيب كيغدون ولا خدمين نصنعها نثقبها، نديرها فوق في كسكاس طفور لمده نص ساعه. ما هي طيب لكم الخبزه خلوها نتوما طيب مليح نص ساعه حتى 40 دقيقه نورمال. خلوها تبرد. هذه بعد اللي بردت شويه نحلها. يعني غيركم تصنعوها هكا باش تنشف لكم. انا غادي تطلق الماء تاعها شويه باش كي تقلوها ما غاديش تدرع لكم. غادي تطلق فيني واحد الجو تاعها هكا نستعملوها. اللي تبغي تحليها هنا مازالها سخونه شويه، خلوها تنشف مده 10 دقائق. ومن بعد نجيبو شويه دهان ولا سمن ولا زيت. انا كنت قليت الاولى قبلها وهذه الزوجه. نديرو على نار متوسطه، نقلوها من الجوانب. نبدو هكا نقلبو فيها كما راكم تشوفوا تعطيكم هذاك اللون المحمر هكا. من بعدها نقلوها بعد اللي قليناها خلوها تبرد شويه. هاي ولاتينا تعطينا هذا الاحمرار. من بعدها نبدا نقطع فيها، نقطعوها غير بشويه ويكون الخدم تاع منجهر. يعني هي كي غادي تستعملوا لاشابلي غادي تجيكم مطريه. شفتوا الحبه الاولى ما تكسمتليش، انا الفيديو حسيت روحي كملت التصوير تاعه. انا هنا قدمتها بالزيتون، وانتم اي طاجين تقدموها به نورمال تجيكم ما شاء الله. شهيتكم وجهنا، الى اللقاء.